السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كم مرة فتحت جهاز الكمبيوتر بتاعك واستنيت شوية حلوين على ما الجهاز يفتح، او حسيت ان الجهاز بتاعك بطيء وكتير بيهنج؟ في الفيديو ده هقولك 7 خطوات هيفرقوا كتير معاك في سرعة الجهاز. يلا ما نضيعش وقت ونبدأ في الخطوة الاولى. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اول خطوة هنبدأ بيها هي التخلص من الملفات المؤقتة اللي بتتراكم في الخلفية وتبطئ الجهاز. ما تقلقش، مش هنمسح ملفات مهمة. الخطوة دي هنعملها عن طريق برنامج الرن. هنفتح برنامج الرن من ويندو حرف الار، وبعدين هنكتب الكلمة دي، دوس اوكي او انتر. هيفتح عندك نافذة فيها ملفات كتير. اعمل كنترول ايه، حدد الملفات دي كلها، وبعدين دوس على ديليت من لوحة المفاتيح. اول ما هتدوس على ديليت من لوحة المفاتيح هيظهر لك نافذة صغيرة كده. اتأكد ان موجود علامة صح، وبعدين دوس على سكيب علشان يتخطى اي ملف مهم وما نمسحش ملفات مهمة. لو دوست على سكيب وطلع لك رسالة مرة تانية، دوس على سكيب مرة تانية. بعد كده اقفل النافذة اللي قدامك. علشان نفتح تاني برنامج الرن هندوس على ويندو حرف الار علشان افتح برنامج الرن مرة تانية، والمرة دي هكتب الكلمة دي، بعدين اقول اوكي او انتر. برضه هيطلع لي نافذة فيها حاجات كتير. حدد النافذة دي كلها، بعدين دوس ديليت من لوحة المفاتيح. برضه نفس الخطوات اللي احنا عملناها. اتأكد ان هنا محطوط علامة صح، وبعدين دوس على سكيب. ولو ظهرت تاني النافذة برضه اتأكد ان في علامة صح وسكيب. بعد كده اقفل النافذة اللي قدامك. بعد كده هنفتح تاني برنامج الرن، ويندو حرف الار علشان افتح برنامج الرن، وهكتب فيه الكلمة دي. بعد كده اقول اوكي او انتر. برضه هيطلع لي النافذة دي فيها حاجات كتير. هعمل كنترول ايه ونفس اللي احنا عملناه، هدوس على ديليت. برضه نفس الخطوات اللي احنا عملناها. اتأكد ان هنا محطوط علامة صح، وبعدين دوس على سكيب. ولو ظهرت تاني النافذة برضه اتأكد ان في علامة صح وسكيب. بعد كده اقفل النافذة اللي قدامك. يبقى احنا كده خلصنا الخطوة الاولى. كل ما تحس ان جهازك بدأ يتقل عيد الخطوة دي تاني، هتحس بفرق كبير في سرعة الجهاز. الخطوة اللي بعد كده هي تعطيل برامج بدء التشغيل اللي هي الستارت اب. كل ما بتفتح جهاز الكمبيوتر في برامج كتير قوي بتشتغل في الخلفيه. البرامج دي اما بتوقفها الويندوز بيفتح معاك اسرع بكتير. علشان نعمل الخطوه دي هنعمل كليك يمين على التاسك بار وهنختار تاسك مانجر. بعد كده هندوس على السهم الصغير ده. بعد كده هنروح على التاب الخاصه بيه ستارت اب، وعطل كل البرامج اللي انت مش محتاجها. كل البرامج دي بتشتغل في الخلفية وبتبقى موجودة والجهاز بيفتح، فبتأثر كتير على سرعة الجهاز. وقف كل البرامج دي، خلي بس البرامج المهمة زي ويندوز سيكيورتي والابديت. الباقي كله اعمله ديسيبل. اعمل كليك يمين على البرنامج ودوس على ديسيبل. بعد كده اقفل النافذة. الخطوة اللي بعد كده هي تعطيل التأثيرات البصرية. الويندوز بيحب يجمل كل حاجة، بس ده بيسحب من إمكانيات الجهاز. خلينا نعطل الحركات دي ونركز على السرعة. لكن طبعا الكلام ده يرجع لك انت. لو حابب تحتفظ بشوية تأثيرات شكلية ممكن تختار حاجات منها بس اللي تبقى موجودة. هنعمل كليك يمين على زيز بي سي وهنختار بروبرتيز. بعد كده هختار حاجة اسمها ادفانسد سيستم سيتنج، هدوس عليها. في الجزء بتاع بيرفورمانس هدوس على سيتنج واختار ادجست فور بيست ابيرنس. لو حبيت تحتفظ بشوية تأثيرات شكلية كده ممكن تختار كاستم، وبعدين تشيل علامات الصح من التأثيرات اللي انت مش عايزها وتسيب التأثيرات اللي انت عايزها. وبعدين هقول اوكي. بعدين هقول اوكي مرة تانية. الخطوة اللي بعد كده ديسك كلين اب. مساحة الهارد عندك بتتملي بملفات ملهاش لازمة، تعال نمسحها. هنكتب في البحث عندنا ديسك كلين اب. هتظهر عندي ديسك كلين اب، هدوس عليها. من النافذة الصغيرة اللي هتظهر قدامك اتأكد ان انت مختار البارتيشن سي، وبعدين قول اوكي. هتظهر عندي النافذة دي، هدوس على كلين اب سيستم فايلز، وبعدين هدوس على اوكي. هيحمل عندي شوية. بعد كده هتظهر النافذة اللي قدامك دي. شيل علامة الصح من الحاجة اللي انت مش عايز تمسح الملفات منها، وليكن انا مش عايزة امسح الملفات اللي في الداونلود، فهشيل علامة الصح وبعدين هقول اوكي، وبعدين هدوس على ديليت فايل. بكده تكون فضيت الهارد ديسك من الملفات اللي ملهاش لازمة. الخطوة اللي بعد كده تعطيل الخدمات اللي مش ضرورية عندي. الويندوز فيه خدمات شغالة في الخلفية وبتستهلك من موارد الجهاز. خلينا نوقف اللي مش مهم منهم. الخطوة دي هتبقى عن طريق برنامج الرن. هنفتح برنامج الرن ويندو حرف الار وهنكتب جواه الكلمة دي. بعد ما تقول اوكي هتظهر عندك النافذة دي. اعمل كليك يمين على ويندوز سيرش ودوس على بروبرتي، واحنا واقفين زي ما احنا في الجنرال. انزل تحت عند ستارت اب تايب، افتح السهم ده واختار ديسيبل، وبعدين قول اوكي. اقفل النافذة. ولو حسيت بفرق دلوقتي الخطوات اللي جاية لسه هتعمل فرق اكبر في سرعة الجهاز. الخطوة اللي بعد كده هنوقف كل التطبيقات اللي بتبقى موجودة في الباك جراوند عندي.
هدوس على ويندو حرف الاي علشان افتح السيتنج، وبعدين هختار برايفسي. تعالى ناحية الشمال وانزل دور على باك جراوند اب، دوس عليها واقفل اي تطبيق مش محتاجه يشتغل معاك في الخلفيه. كل البرامج اللي في الخلفيه بتسحب من البطاريه والرام. انا هوقف كل البرامج اللي انا مش محتاجاها وهسيب بس البرامج اللي انا محتاجاها، زي الويندوز سيكيورتي مثلا والويندوز فيوتشر. باقي البرامج انا مش محتاجاها هوقفها كلها. بعد كده هقفل النافذه دي ويبقى احنا كده خلصنا الخطوه دي. الخطوه اللي بعد كده هننظف الجهاز من اي فيروسات. لو انت عندك ويندوز 10 ممكن تعمل الخطوه دي من غير اي برامج. هدوس على ويندو حرف الاي علشان افتح السيتنج، وبعدين هختار ابديت اند سكيورتي. بعدين هدوس على ويندوز سكيورتي، وبعدين هدوس على الاختيار الاولاني فيروس، وبعدين هدوس على كويك سكان. هنا الجهاز عندك هيعمل سكان سريع، ولو في اي فيروسات هيمسحها. الفيروسات مش بس بتبطئ الجهاز، دي كمان خطر على بيانات وملفاتك المهمه. لو عملت كل الخطوات اللي احنا قلناها وجهازك لسه بطيء، غالبا الحل هيكون في انك تركب هارد اس اس دي. ده هيفرق معاك كتير وتعلي الرامات عندك شويه. جرب الخطوات دي، ولو لسه جهازك بطيء اكتب لي في التعليقات نوع جهازك ايه وانا هساعدك. كمان قول لي اكتر خطوه من الخطوات اللي احنا قلناها جربتها وفعلا فرقت معاك. منتظره تعليقاتكم وهرد عليها بنفسي ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اكيد تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.